وهاي عسولة. هاي. صارت السالفة. صار شلالي حتى ما ادري شنو بالكنتور شو مرة بنت Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a day. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our notes. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. عسولة واخيرا لا we did it. الوجه تعبان. كم ساعة طيران؟ تقريبا 9 لا 12 ساعة. 12 يعني ساعة. ترانزيت وتونسة 12 ساعة. تقريبا 20 ساعة صارنا نايمين. شلون لحقت ما اعرف الوجه مجولك باعوا المكياج مصخم وبلاغ مقص عادي على الطبيعة كل شيء. لا وهسه نقول لكم هلو فروم وير؟ فروم امستردام هولندا. احنا بهولندا سفرة سريعة جايكم تغطية حلوة ان شاء الله اذا ان شاء الله قدرنا. تعجبكم. ولانه الجو شوية تعبان بس نحاول وبعدين بنروح غير مكان فخليكم ويانا تشوفون التفاصيل كلها ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم. المهم جيت المكان حمام في امستردام اريد اشوفها لان هي كلش حلوه وتعجبني فقلت له خلينا ننزل بيها قبل ما نكمل المكان الثاني فستي تون وشوفونا نهايه الفيديو. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like عسولة شنو احكي لي شو تريدين تحكي؟ ما اقدر الهوا كله يعني اموت من البرد اكره العمل لو بتجنن تقول لي بس برد قلت ما انت ميته برد طيب شنو القرصه مالتي وين في الجنطه ما بيحيل هسه افتحها. بالمطار كانت حاره بس طلعت برا اكلت يعني قبلة الموسم. الجو جميل وشاعر يرجعني على اريزونا راح فضاك رجعني على الحق انا مو مالي شكرا رجعت يلا سيو. يلا باي. وصلنا للفندق وهذا مالتنا الفيو كلش حلو على المي. هذا الشارع فندقنا تعرفون يوروب بعد قديمة. عسولة بس اللي لبستي العدة. هاي الدخول مالتنا. ندخل نشوف شنو الوضع. خذوا من عندنا الكراسي. What? What? هاي هنا نسوي تشيك ان. هاي هنا ريسبشن. حاسون انت شنو شو قبل قعدتي؟ انا اروح احير؟ اوكي حياتي. حلو المكان صغيروني ململم. بص يا ابني على هيبقى بكره مليونير. يورو ولا جلدر ولا ين ولا ايه. عارفين هولندا وفلوس هولندا. شبرا مصر بنها امبابة عاتب وين منها. عسولة. علاوي اول قلعه اول طلعة ريوق على واخر الشرق. قلعه جزء من هذا المكان رجعوني لاريزونا البرد ليش مو يعني؟ طبيعي. حلو المكان اللي حلو بس البرد قاتل. على الهدوم اللي لابستها ادوب غسلنا غسلت الخمسه وطلعت. ليش؟ قول لهم ليش صار بالفندق الله يمنع. شحتونا قالوا لنا في مال لا تعالوا ورا ساعة واحدة. ورا ساعة واحدة فوق التعب. وفونا ما نقدر فوق التعب فجينا وهي تصفر. مشينا جينا بدنا نتريق مكانكم خالي ويانا كيف هاي سوالف دبات. بطاطا وحلومي
فقلت له شغلات الفيوز طيبه بعد ما ندري والله ليش بزلقت شويه وشغلت الفيديو. ايش قلت لك يعني؟ قلت له لعله باوع الهمزين يمكن هي سبب يعني لعله شلون نقول؟ عسى ولعله. عسى ولعله ايش بيده على اسم التعب مجتلقه مجولقين من التعب. فد مره غادين فيلم هندي قلت له اذا نام اطبوا مزايق حفله وتجيبوا لي كاظم الساهر اللي احلى ما احضر له حفله ثانيه او ثالثه او رابعه ما راح ابعد من النوم. ندوس لها نومه للصبح. فقلنا نطلع وناكل ونرجع لكم ان شاء الله تتونسون ويانا بهذه الرحله السنه. يلا نرجع لكم بعد الاكل. اخذنا هسه المفتاح وبدنا نروح على الغرفه. طبعا يا ربكم سهلها ما طولوا علينا هوايه. وين المصعد؟ نعم المصعد حياتي طلع جام. هذا المطعم هنا حلو كله جام. مكان حلو يستحق التجربه بس يثول ثول بالبايسكلات والبرد. واحد يجي له بالصيف احلى بالصيف. يلا عسولة دخلي نشوف الغرفة. ماكو احمر. عسولة شو اخبار التعب وياك؟ وانا جيت لك شرفك. 1 3 0 2 وانت ايش قد؟ 2 3 0 2 عشتي دينا. حتى الخط بعد انا ما ركزت بعد جيت لك يعني كم ساعه احنا ما نايمين. زي ما طلع لي واحد رقعني براجدي. هذا الصح عسولة 2 3 0 2 يلا اي. عندي حول. لا ان شاء الله اي هسه شوفي خضرة. يا الله. يلا دخلي خلينا نشوف. راضي الحمد لله بسم الله. افتحي لنا افتحي لنا هو. مطفية كهرباء عندهم جوز. يعني هي العكوسات بجد ما شاء الله. وين يقعد الكات كان؟ نورت حلو المنظر هنا. حلو؟ ايه حلوه الغرفه بس يوروب هي عاده اصغر مو مثل امريكا. اللي عايش بيوروب طلع الامريكا يعرف ايش دا احكي واللي عايش بامريكا ويجي اليوروب يعرف الفرق. يوروب كوزي كل شيء صغيروني بها الشوارع حافظ نادقها غرفها كل شيء صغيروني. امريكا هيوج يحبون كل شيء كبير. صراحه ما حلو لافلي. ها هي هاي هنا يمكن كوفي وسوالف مو؟ اهم شيء كوفي عنان. وهنا شنو الكلوزت؟ لا اتوقع هاي حمام. اي وهنا المغسلة. هنا شنو الشاور بوكس وهنا شنو المغسلة وهنا شنو الشباك نطلع برا قبل من هاي من هنا ليش الفيو. شوفتي ليش شوفتي المخدة؟ لا ذاك مش المخدة راح اقعد من هنا اللي باكر. شنو هاي؟ احنا ترى علي وعسل يعني مو غير ناس والله. بس يجوز ما تعرفون متعاملين علينا دائما على قولتهم مفرعين اليوم متحجبين. اي والله هنا الحجاب اجباري. حلو عسولة منظرك حبيبتي. احنا عايشين بالاسكيمو حاليا. انت يا الحين تعيشين بالاسكيمو ولا عاد تلبسين؟ يقدموا لي اياها طبق من ذهب ما اعيش. الله وكيلكم صار ربع ساعة 3 ساعة بس تلبس الفوقانيات. ناقص لي البطانية. زين 3 4 طبقات مدري 5. انا شكون صحراء مقديشو. اي والله. انا مو لا يابا احنا صحراويين. يعني انا يوروب بحبها بالصيف ما احبها بالشتاء. بس والله حلوة الاجواء تخبل. شنو رايك ما حلوة؟ نمشي هسه راح نروح نتمشى. شنو التعب؟ احنا نمنا كالابطال على اساس نطلع نسوي شغله كفتناها كلها باكر. شلون راح نكملها باكر؟ باكر النهار لازم يصير 72 ساعه. اي والله باكر من الصبح لازم نطلع ما نرجع غير ما نعرف وش وقت. نرجع بالليل. على المطار. لا نرجع بالليل ننام ونقعد ثاني يوم نروح المطار. ان شاء الله. فخليكم ويانا خلينا نروح المطعم نشوف المطعم مالتنا ان شاء الله يطلع مكان حلو. ان شاء الله. ريفيوز عليه حلوه بس ان شاء الله يطلع زين. ان شاء الله. هسه نشوفكم الشارع بالليل. خلينا نقلب الكاميرا. شوفوا هسه هذا المكان هاي الدنيا ليل. هم بعدها البايسكلات. دق بايسكلات. ساكنه بس علي منه عايش بيوروب هو يحكي لكم صعب السوق بكل مكان بس امستردام كله صعب. سايق والله بيها قبل بال 2009 بس يعني بعدها مو سهل صراحه. صعبه. البايسكلات تثول كل شويه واحد يريد يتعمله. بايسكل وماطور
وسيارة وناس تمشي وانتم عندكم الحساب عادي. ثاني حلو هذا منظر المي منه يخبل. هسه حنروح همين مطعماتنا المفروض يكون يعني قريب المي. يلا نوافيكم. هذا مطعمنا وصلنا عليه، مطعم ايطالي لان احنا نحب كلش الكوزين الايطالي. هاي عسولة وهسه راح نفوت ونشوفكم المطعم من جوا. عسولة هسه نورتي مو قبل شوية حبيبتي. قبل شوية لابسة القمصلة ولابسة الكنتور كله، بس هسه لا، حارة زفرة. هسه حميت. لا صورك بس انت تصورني. عسولة لا صورك بس انت صورني ودا صورك تصورني. اقول لك حتى وراها ناكل بدون ما تقول لي تركي التليفون وبلا تصوير وركزي بالاكل وعوفي التليفون. شنو رايك بالاجواء الحلوه؟ والله الاجواء حلوة كلش حلوة. المكان الكل فايد صراحة. كلش حلو المكان. والله ما شاء الله محبينه هواية، فالمكان صغير واللي ما يتسعهم بس قلوبنا كبيرة تتسعهم. صح. واهم شيء اكو كلب صغيرون هنا يخبل. اشتاقيت بسلمك. ضاعت ظهرك. اشتاقيت بسلمك يعني اشتاقيت. واجواء شجرة الميلاد مبلشة والاجواء بعد مالتهم. وان شاء الله السنة الجاية سنة خير وسعادة للكل ورزق وراحة بال والصحة والستر. شو تقول؟ اكيد امين. الحمد لله. باعوا انا الوجبات. بدنا ننتظر اكل، جابونا بس هذا الستارتر. انا دا انتظر ادخل بالمفيد والمي. بصراحة ما يشفي. اي بالضبط. طماطة على التوست على الساوردو، فننتظر الاكل يجي حتى ما نشبع. اي سيو. جتي الزلاطة وهذا هم نوع من المقبلات اسمه الجارباتشو كلش طيب. هاي الزايد وهذا مثل الجليز نحط فوق الاكل ذات يعني مثل خلينا نقول الخل مالتهم مال الايطاليين. هاي يجي العشاء. هاي المشكلة عبالي حيسووها قدامنا بس ما سووها. هاي باستا يسووها بالقالب الكبير مال جبن البرمجان. يحطوها بداخل يفروها وبعدين يحطون عليها ترافل اللي هو نقول شمال الأوروبي زين. وهاي أكل عسولة ريزوتو متشهي. ومكانكم خالي الريحة واصلة جوا الكاميرا. صباح الخير صباح الخير. عسولة شلونك؟ شلون الجو؟ حنين مو؟ والله اتوقع تحسون بالجو الحلو. هواء عالي ومطر. الهوا شنو ما اعرف اكيد طالع هسه صوت الهوا يمكم. فشي رهيب. بس رغم هذا لازم نطلع. لازم ما عندنا بس اليوم ما عندنا. هو خلاني اعبر المحيط. ايش كم ساعة؟ اي عبرنا المحيط عبرنا طبعا. المحيط على يومين. اي فلازم. وهسه رايحين نتريق. صراحة المفروض نقعد شوية اوكت بس مشكلة هاي فرق الوقت تعبتنا وبالليل ما نمنا زين فما قدرنا نقوم. بس يلا عندنا مجال ونشوف شنو حنسوي فخليكم ويانا بالتفاصيل ان شاء الله تعجبكم. اقول لك رغم العاصفة والامطار والبراكين والسلاسل كل شيء حيصير يمكن. اي والله خايف لا تطير الكاميرا من ايدي. لا لازم نطلع. يلا نرجع لكم جمدنا في مال الله. وفلوس هولندا شبرا مصر بنها باب عاتب وين منها. هاي البارحة مشينا نتريق فتنا من يم هاي المكان حبيته. بين فتشيكي بسيط ومرتب فسح نطلب على السريع ساندويتش وناكل وعلى مود نتحرك. هذا المكان بين حلو سوالف كلها حلوة فريش جديدة طلعات حلوة. هاي هنا شغلات يبيعوها. هاي عسولة اسوي لكم سنابات هسه احط لكم السناب على الشاشة حتى تتابعوها حتى تشوفون يومياتنا كلها. الاكل مالتنا جاء السريع سندويشة
وهاي عسولة همين سوالفها شهي مع شنفتة وصنوبر عليها، وطبعا الافوكادو همين وعصير برتقال ومكانكم خالي. لا اوقف قبل ما تفصل. العلاوي بالسناب شات، انا دائما اصور سناب شات واحبه. اثنين عايشين بامريكا، ما تطلع لنا يسموها خوارزميات، ما تطلع لنا اغاني عراقيه وعربيه هوايه، تطلع بس بشيء كلش قليل بسيط. ايه بسيط. هسه من جيت انا بيوروب، من جيت لي هسه شنو الاغاني اللي تطلع لي؟ هاي كلها انا ما اشوفها، لازم ادورها وما تطلع لي. فدا اقول على رجعني لو اني لو انت، لازم نرجع. بس مو بيوروب، اكيد مو بيوروب. جينا بهذا المكان هسه يقولون عليه كلش حلو، فيه هواية فعاليات جوا. فعاليات مرتبة بدنا نعمل. اي فهسه حنطب جوا ونشوف شنو اكو ونوافيكم بالتفاصيل. المنطقة كلها حلوة، نهايات حديثة. يلا طبعا تعرفون انتم احنا بامستردام، امستردام مشهورة بالبايسكلات، بس هسه صاير عندهم مثل هاي السيارات موجودة هواية بكثرة، كلش حلوة، تفيد حتى بالعراق، احلى من التيك توك، تستخدمونها اشخاص عاديين يعني. وهاي باع هنا الماطورات، باعوا البايسكلات بالجملة، وين ما تروح بايسكلات شوف، باعوا كمية البايسكلات مو طبيعية. هنا دخلنا المكان، هذا هيك شكله من جوا. اسمه This is Holland. تذاكر $27، 27 يورو على الشخص الكبير، واتوقع 24 يورو على الصغير. وطبعا بي فيديو حتى بالعربي اكو، اتوقع بس ترجمة، بس يعني حلو. هو عبارة عن فيديو وثائقي عن تاريخ هولندا، وبنفس الوقت شو اسمه مثل رايد 5D سوري. خلينا نشوف شلون حنصوره وياكم وان شاء الله يعجبكم. المكان كلش حلو. احنا واقفين ننتظر. اي بسرعه. فنشوف هاي يقول لك شنو عندك معلومات عن شو اسمه عن هولندا. عن هولندا. يشتغل هو. يا الله تركي اختار انا ما غلط. انجلش اكو عربي. يلا عربي بس انجلش احلى. اي دي جي من لا ليس من هولندا. اي دي جي اتوقع هذا صح. افينشي. يا الله شاطر والله. اول سؤال ماذا شاطر. كانت عملة هولندا قبل اليورو؟ دولار هولندي؟ لا. ها ما اعرف. حط دولار هولندي. شاطر. جليدر شنو. ماذا يعني الهولنديون عندما يتحدثون عن الباكاتروست، المظلة الخاصة بهم، فنجان المواساة؟ قهوة؟ لو شاي شفتهم يشربون شاي والله هواية ما أعرف. لا طلعت قهوة. من يتذمرون جو مثلي يدمرون يدردمون. الجو. ما هي مساحة كلية هولندا؟ كلية ما أعرف. هي مو كلش كبيرة. فأتوقع خير الوسط. أوسطها. 41. هاي مدينة هولندية، هي أكبر ميناء روتردام. يس. نكست. كم عدد كيلوغرامات الجبن؟ بس أنا أحشش. أي. كم عدد كيلوغرامات الجبن الذي يأكلها الشخص الهولندي العادي سنويا؟ هم مشهورين بالجبن. أي 17 أو 10. ما حطي 10. 17 كيلو أبويلي. كم عدد الذين ماتوا خلال فيضان الله بحر الشمال؟ يرحمهم. 2300. حطي بالنص. أكثر من 1800. كم جمع متوسطة؟ بسرعة قبل ما يبدأ الفيلم. قلت هوا شو بيك أحسن مستعجل بعد 6 دقائق. لا يا معود خاف ما يروح علينا الفيلم. حيجاوبنا هو، خليتينا ما نقرأ. عائلة بالطاقة لمدة سنة. لا تشتتين دماغنا. ما هو الشعار الهولندي التقليدي؟ اقبل نفسك وسيحدث البقية حذوك، فقد تصرف بشكل طبيعي، فهذا قدر فعلي كافي. سي. أتوقع بي. يعني هذا أكثر منطقي. خلينا نشوف والله. واو. شارت. والنتيجة 7.
شاطر 7 من يا 10 فهد. يعني زين. شاطر. لا طلعت أوروبي صدق، خطوا نخلة وفسفورة. شلون هسه مكتوبة 3 دقائق شفناها بلا صعبة. حلو. نشوف بعد حتى نشوف. احنا قعدنا ننتظر الفيديو بس يعطونا هيك معلومات بالسماعة. إيه. love cheese and consume over 14 kilograms of cheese per person per year. Say cheese. يقول احنا نحب الجبن واكثر شخص يعني والشخص يستخدم يعني ياكل اكثر من 14 كيلو بالسنة. بس وش رقم قلبه بصراحة. وبعد شنو؟ على طول. وقالوا همين هاي هنا قاعدين أول ما طبينا إيش قالوا؟ لا تستغربون قالوا لا شنو. تستغربون تشوفون نفسكم كصار من الهولنديين لان احنا اطول شعب بالعالم. هم عمالقة، أنا وين ما أمشي يتعثرون بيني، أنا يا قدوتني. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Als jullie aan Holland denken, denk je vast aan hele andere dingen. Molens, koeien, grachten, tulpen, kaas, klededracht. Stop! Laat me je eens iets meer vertellen over Amsterdam. De naam Amsterdam is een samensmelting van 2 woorden. De zomer is het festivalseizoen van Nederland. بس هسه رايد تايم واخيرا سسبنس. Please make sure your seatbelt is fastened. We are ready for takeoff in 50 seconds. السوداء احنا خلصنا رايد. جينا للاسف ما خلونا نصور. صورنا شوية بس يعني جازفنا. اي أنا ليه هسه محترميني؟ لا فشوي علي مرة الكاميرا تقول ليش صورت؟ ايش قد اقول لكم رائع، ايش قد صعدة رايدات يونيفرسال ستوديو ديزني لاند مثل الرايد اليوم صعدتها والله وداعت بناتي وروح على ابويا. ما شفت بحياتي شي تكنولوجي 5D وكلها تشتمون روائح ما زالت التوليب، تشتم ريحة البحر، النار، يعني فشي كان فوق ما تتصور. هو احنا صاعدين هيك مثلا عندك هاري بوتر الرايد هم نفس صح الفكرة. صح بالضبط بس الجمل هذا المناظر. لان هي هولندا جميلة جدا لهذا السبب. المناظر والرياح والمي اللي يجي عليك والدخان وهاي الشغلات اي عافية. هم باعوا احنا صاعدين اللي رايح بديزني لاند رايح هاي الاماكن نشوفها كرتونات مجسمة بس احنا شفنا فيلم حقيقي في روائح طبيعية فشي يعني فوق مش قد اوصف قليل مرة. المكان اللي يجي لاوروبا او عايش باوروبا او عايش بالوطن العربي يجي لهولندا هذا المكان يعني مو دعاية اتس ماست اسمه ذيس از هولند. كلش حلو. هسه عاد هم شافوا مالتنا الدخول يعرفوا. ولازم اجيب البنات مرة لو ان شاء الله نسوي فيديو عائلي ثاني اجيب البنات يشوفون. اوكي هسه حنحط لكم المقطع حتى تتفرجون اللي عسولة قدرت تصوره لشوية. يلا نرجع لكم بغير تفاصيل.
نصعد بهذه الشغلة. علاوي متأكد من الشغلات حسويها؟ هي عادي. أنا متأكد. باي شلون هذا العالم. سنشوفكم الفيديو مالتنا بعدين. وهاي البناية اللي بيها المرجوحة. شوية دنيا ظلمة. أيوة الفيها دنيا ظلمة بس عم تعرفون شكلها هيك حتى صف البناية مال This is Holland. جينا هنا نجرب واحدة من الشغلات اللي يقولون عليها لازم تتجرب بهولندا اللي هو فرايز فينجر. هسه حنشوف إذا نقدر نصور المكان لو لا. المكان بيجوا هاي البوتيتا فريش يسووها ويقصقصوها هنا. روائح هنا يقلوها لذيذ. هاي هنا تطلع جاهزة. هسه راح نشتريها ناخذها ونجربها وياكم. شنو تسوين؟ نجرب الفرايز مالتها. الفرايز انا اموت على الفرنش فرايز. اختاريت مطعم التشيما، بس التشيما هو التشيما باوروبا مو مثل التشيما العراق، انا هسه الحين التشيما العراق بس طعمه طيب وعلاوي الكلاسيك وان. اكو على جبين وسوالف بس احنا ما بدنا نجرب الطعم الحقيقي مالتها. هاي شيء ما توسخ. بدي مبسوط يا أسامة؟ أوي أوي، أهم حاجة إن إحنا مع بعض يا غالي. نبي يا رب ما تحرمنا من بعض، قول أمين. نبي لا 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 لا. هذا مكان بطات. شنو هاي ما أعرف. يعني كلش هواية بطات. كلش هواية بطات. بطة جو تخبط كانت هي هنا يا خالي حبايبي. كلش هواية بطات. شنو هذول؟ شنو سببهم ما أعرف بس شغلات حلوة بصراحة. ما تاخذون البطوطة؟ هسه ناخذ. نشوف هالشيء ناير جزا. يقولك خطية المشكلة هم بالدوام. We'll be strolling round the canals and dance, lost in Amsterdam. Lost in Amsterdam. Lost in Amsterdam. Baby, don't you cry. I'm always gonna be there by your side. And try to make you smile. We could leave it all behind. سولة تونسة؟ اي بس هسه شوية بلشت الرجل تون علي. صارت كم ساعة بدنا نمشي؟ 9-10 ساعات؟ والله العظيم مرة بدون رجعة. هم زين ونفس الوقت اقول خطية نايا وتيا مو ويانا. يعني حيصير تقريبا 10 ساعات فعليا مشي متواصل. ذاك المكان اللي كنت اريد اصوره دير بالك هذا المكان كنت ادور عليه. يلا سنقلبه. يلا صور وياهم ومكان حلو. هذا حلو. ايش قد خسرنا اليوم كم كيلو؟ واحنا بدنا ناكل هم وياها فماكو خسارة بس بدنا نصورها شوية على السودة. هذا مشهورين بقبقاب مدري شنو. مانيلز. هذا هم من الأخ. حلو. هسه ادخل جوا اخذ لهم. Woke up smiling, no
سولة نعم. شلون البرد وياك؟ لا زين تعلمت علمتي قبل؟ الحكم القوي. يلا زين. حلو. شنو رايك احنا هسه بمحطة القطار، ما حنصعد قطار بس المكان كلش حلو. هسه اقلب لكم الكاميرا بعدين اشوفكم اياه. مكان يعني مرتب ونظيف وكلش حلو بصراحة. تجربة حلوة وحبيت البلد كلش حلو، كلش جميلة. هولندا جميلة بشكل اللي قد يشوفها ماما في امستردام روحوا شوفوا بس هسه اطوار بس كلش حلوة، بس فيها عيب واحد يبدا بالموضوع علاوي وانا يعني هو عيب احنا تعلمنا عليه بصراحة بامريكا اكثر لان هنا مو موجود هواية. بس يمكن بس بهولندا اللي هي موضوع الحشيشة، يعني الريحة مالتها مقرفة. وين ما تروحون تشتموها تشوفون محلات تبيعها عادي. بأمريكا شوية أرتب موضوع البيع لأن اكو مكانات خاصة تبيعها. هنا لا تشوفوها بكل مكان، يعني كل المحلات تبيعها بالأكل، تبيعها حتى بالكيك بالمعجنات. لازم تسألون لازم تسألون إنه هاي الكيكة ما بيها حشيش حتى تقدرون تاكلوها، ولا تنغدرون بيها يعني ما تبين أبدا ولا معزولة ولا أي شيء. فاحتمال يمكن يحطون عليها علامة بيها هيك علامة مال حشيش، بس اللي ما يفتهم بيها ما راح يعرف. احنا تعلمنا عليها لان عشنا بامريكا وشفناها نعرفها. وللاسف امريكا يعني صارت اتعس بهذا الموضوع. اكثر الولايات يعني احنا عايشين بولاية اريزونا بيها شرعية عادي فتشتموها اكثر، بس بشكل عام هنا لا، محصورة باوروبا بس بهولندا. بس اكو ون مور ثينج لازم تعرفوه اللي هو شغله، يعني لو هنا مفهوم الكوفي شوب مو اي كوفي شوب يلا امشي نروح نقعد بالكوفي شوب حنشرب الكوفي راح ناكل المعجنات. مثل ما وضح لكم علاوي لازم تسالون، يعني الكوفي شوب عندهم بالمعجنات بالكيك بالشوكليت بالمشروب كله حشيش، فلازم تتاكدون انتم هذا المكان قاعدين فيه امن، ما بيه شيء على مود الاطفال على مود العوائل، وبيها بصوره عامه بكل مكان. هذا الموضوع راح تشتمون الروائح بكل مكان مثل ما قلت لكم علاوي احنا تعلمنا عليه هذا الشيء بامريكا. اللي افتهمناه هولندا تعتبر البلد تقريبا الوحيد بيوروب كلها شرعيا يدخلون الحشيش ومعتمدين عليه. 400 مليون دولار تقريبا يدخل ايرادها لهذا البلد بسبب الحشيش. فهذا المكان جامع كل الالوان والجنسيات، كل انواع البشر يجون يردون يسلطنون ويحششون بعيد عن السامعين. بس هذا العيب الوحيد اللي بيها، بس هي جميله. يلا خلينا نحول الكاميرا حتى نشوفكم. هذا مكان كلش حلو، ولا تقولون محطة مال قطار، كلها محلات شغلات، يعني شيء كلش حلو. هاي هنا سوبر ماركت في سوالف، قبلها كان اكو صيدلية، يعني هواية شغلات تلقون كل شيء. هاي من هنا تشترون تذاكر، يعني كلها اعتماد ذاتي، يعني كل شيء. يعني صار هواية ما جاي اوروبا هواية صار اعتماد على الأجهزة أكثر من ما نشوف البشر صرنا نشوفهم قليلين بالخدمات، ما موجودين. وها هي يلا نكمل وياكم التغطية.